البيت وناس والخمسة ستة اللي احنا منهم دول اللي لو نحتاج لهم يدونا عينهم. عاملين ايه يا ولاد خالتي؟ يعني عاملين ايه الدنيا، ايه الاخبار كده؟ طمنوني عليكم الناس. ايه اللي بيحصل في الدنيا؟ ايه؟ اتمنى ان انتوا تكونوا مبسوطين. طبعا اكيد لازم تكونوا مبسوطين، مش بتتفرجوا عليا. مش عارفه بصراحه انتوا مستنيين ايه اكتر من كده في الحياه. النهارده جايلكم بحلقه يعني من اكتر الحلقات الجامده جدا اللي انا متحمسه جدا ليها، وهي ليه الروايات، ليه بنقرأ روايات؟ ايه الفايدة من الروايات؟ يعني ما كل ده في الكنافة على فكرة. يعني ما اروح اقرأ لي كتاب وما اقرأش رواية؟ ما الروايات مش مفيدة. الروايات اي حاجة بقى، اي حاجة بقى الناس بيحطها، الروايات فول مدمس، الروايات اي حاجة بقى من الناس بيقولوها دي. احب اقول لكم من موقعي هذا ان الروايات من اكتر الحاجات اللي بتساهم في تنمية الانسان، وبتساهم في فهم النفس البشرية، وبتساهم في ان الانسان يكون من جواه كده انسان. هي بتقدم للانسانية اكتر من اي حاجة تانية. الكلام الكبير ده يعني كل ده في الروايات. كل دي في رواية مش عارف ايه الهابطة جدا اللي بتتكلم عن حبيبة اللي سابت حمودة فجرى وراها خدها وخلاص. مش بتكلم عن الروايات التافهة أكيد، يعني ما احنا عارفين إن في روايات عميقة وذات بعد فلسفي وذات منطق وليها حاجات فعلا بتشكل نفس البني آدم، وفي روايات عبيطة شبه الأفلام الهابطة اللي العيال مراهقين تالتة أول بيروحوا يتفرجوا عليها يعني، أو بيروحوا يقرأوها لو مبسوطين قوي جايبينها في معرض كتاب ويقول لك أنا قارئ يعني. قارئ في عينك. لكن انا بتكلم عن الروايات اللي فعلا بتساهم في العقل البشري، اللي فعلا بتقدم حاجه، اللي فعلا بتعمل حاجه كويسه. وطبعا هقدم لكم الموضوع في كذا توبك كده نقعد نتكلم فيه ونعرف ليه الروايات مهمه. اول حاجه معانا ان الروايات بتوسع ادراكك للناس والعالم بشكل اكبر وبشكل انت مش متخيله. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا دلوقتي بنت عمري ما اعرف احساس الرجاله عامل ازاي، فانا بمجرد ما هجيب روايه هشوف فيها شخصيات. الروايه بيبقى فيها طفل وبيبقى فيها ام وبيبقى فيها اب وبيبقى فيها يتيم وبيبقى فيها كل الشخصيات اللي احنا ممكن نتخيلها. احنا من خلال الشخصيات دي بنبدأ ان احنا نشوف الناس دي عاملة ازاي ودوافعهم ايه وايه اللي هم عايزين يقولوه. بنشوف الحياة من نظرة تانية غير عينينا. بنبدأ ان احنا كده نبص فنلاقي ان في ناس غيرنا، في ناس غيرنا موجودين، في افكار غيرنا، في حاجة بره دماغنا. مش دماغنا بس اللي طول الوقت شغالة، لا، في حاجة كمان بتقول رأيها، في دماغ تانية شغالة. فبنبدأ ان احنا نطلع من قوقعتنا، نطلع من نفسنا كده، نطلع من القوقعة اللي احنا فاكرينها هي العالم، ونبدأ ان احنا نشوف العالم من وجهة نظر اخرى. نبدأ نشوف العالم من وجهة نظر ست أرملة. بنبدأ نشوف العالم من وجهة نظر قاتل متسلسل. بنبدأ نشوف العالم من وجهات نظر تانية. وانا اقدر اوضح لك الحته دي قوي بما ان انا روائيه اصلا، يعني بما ان انا بكتب روايات. فانا اقدر اقول لك ان انا لما باجي اكتب شخصيه او بنيجي نرسم شخصيات علشان الشخص يصدقها او عشان القارئ يحبها، لازم تكون شخصيه من لحم ودم. ما ينفعش اروح اجيب لك شخصيه مثاليه ابو العلا البشري مثلا، ابو العلا البشري، واقول لك هو ده، هو ده، هو ده بقى اللي انتي لابسه لون متشيك، هو ده بقى. معلش يا جماعه، اللي هو بقعد اقول مثلا هو ده الشخصيه اللي المفروض ان هي تكون موجوده، هو ده اللي بيحصل، او هو ده العالم، او هي دي الدنيا. لا، ما ينفعش. لازم نجيبها حاجه من لحم ودم، حد بيغلط، حد بيفرز النيدز بتاعتك، بيوريك حاجه بتشوف نفسك فيه بشكل او باخر. فانا حد دلوقتي بيكتب، فانا دلوقتي بقرا في السيكولوجي، وبقرا في علم النفس السوسيولوجي، وبقرا في الفلسفه، وبقرا في التاريخ، وبقرا في كل الحاجات دي. انا بما اني عندي كل المخزون ده، مش بتكلم عن نفسي، انا بقصد الشخص اللي بيكتب يعني. انا العبد الفقير الى الله بجد، مش كلام يعني. فاللي هو بتبدا ان هو الكاتب ده بيهضم حاجات كتير قوي عشان يطلع لك شخصيه. انت بتبدا تشوف الشخصيه دي وتبدا تفهم دوافعها. بيقعد يدرس فيها كتير قوي علشان يكتبها لك في روايه، فتبدا ان انت تقرا الروايه فتحس ان هو اه انا شفت الموضوع بنظرة مختلفة. الموضوع ده خلى حياتي بشكل تاني. الموضوع ده كان قصده كذا. فتبدأ ان انت تشوف الحاجات من عين تانية غير العين بتاعتك، فبتحس ان لا، ده يستحق، دي حاجة تستحق. بتحس كمان ان انت بتضحك على الكاتب. من الاخر انا بحس القراءة دي من اكتر الحاجات يعني. وادفع كام في الكتاب؟ ادفع في الكتاب ان شاء الله 300 جنيه، 500 جنيه. كتاب يدفع فيه ايه؟ انا بضحك على الكاتب ده بيقعد يكتب سنتين، انا باخد على الجاهز كده الخبرات بتاعته وكل حاجه بتاعته وباخدها وبدخلها جوايا،
وكاتب 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 وكاتب. فالكتب لا تقدر بثمن، والروايات لا تقدر بثمن، لانها بتشكل في النفس البشريه، بتنمي شخصيتي، بتخلي انا من جوايا عندي وجهه نظر تانية. انا لما حد بعد كده، انا كنت بهاجم فئه معينه مثلا، انا قرات روايه عن الفئه دي انا عايشه ازاي، او اتشكلت طفولتها ازاي، او بقيت عامله ازاي. انا بعد ما شكلت كل الحاجات دي، انا لما حد تاني يجي يتكلم عن الناس دي، على الاقل مش هبقى معاهم، بس على الاقل انا بقيت فاهم الميكانيزم بتاع مخهم ماشي ازاي، انا بقيت فاهم الدنيا اللي جوه دي ماشيه ازاي، فما بقيتش بهاجم. فانا دلوقتي اكتسبت وعي، اكتسبت نضج. توبك على توبك، توبك على توبك، كتاب على كتاب، روايه على روايه، بتلاقي نفسك بتدخل في حته كده خلاص بقى، انت متمزج، انت شايف حاجه الناس مش شايفاها، انت بقيت تستمتع. القراءه والخيال الواسع بيخلي الانسان بيبقى عنده حس جمالي اكتر، بيبقى عنده حدث كده، بيبقى متذوق الجمال، بيستمتع، بيرى المتعه، غير الانسان اللي يعني ايه، علي علوكة واشرف كوخ ولا اي حاجه يعني. فبالتالي ده بيخليك ان انت يبقى انت عندك الذكاء العاطفي بتاعك يتنشط كده، يحصل له دفعه كده، ويبدا ان هو يتنشط، ان انت بقيت ذكي عاطفيا، لان انت بدات ان انت تفهم دوافع الناس عامله ازاي، بقيت تفهم وجهات النظر الناس عامله ازاي، بقيت تفهم، بقيت تتعاطف، بقى عندك امباثي، ان اي حد هيقول حاجه قدامك انت بدات ان انت تتعاطف معاه، ما بقتش زي الاول. الاول كان ممكن ان انت تهاجم الشخص ده بيعمل كذا، طز فيه، يروح في داهيه، مش عارف ايه. لا دلوقتي انت بقى عندك عين رحيمه، بقيت تنظر للناس بشيء من الرحمه، بقدر من الحياه كده، اللي هو ما ممكن، ما تحس ان انت من جواك الدنيا بتتحسن قوي. والذكاء العاطفي بتاعك لما يعلى، انت في الحياه نفسك هتلاقي نفسك بترتقي، هتلاقي انسانيا انت بقيت اعلى. لان الذكاء العاطفي من الحاجات المهمه جدا جدا جدا، سواء في العلاقات، سواء في التفكير، سواء في الحياه عموما. بيخلي الانسان عنده قدر من الرحمه، عنده قدر من السنسيتيف، الحساسيه، بيخلي عنده قدر من الحياه عموما، بيبقى انسان محبوب، وبيبقى انسان فعلا نافع. قعدنا نفهم الشخصيات ونفهم الدوافع بتاعتهم، يبقى عندهم ذكاء عاطفي والحاجات دي، نطلع بره نفسنا شويه، يعني ناخد كده لو سمحت كده، نطلع بره نفسك شويه، تبدا ان انت تشوف بنظره اوسع شويه بره الشخص، بدا المجتمع، تبدا ان انت تشوف المجتمع، تبدا تشوف طبقات المجتمع، تبدا ان انت عارف ايه شعور الظلم، وعارف يعني ايه الغيره، وعارف يعني ايه الحب، وعارف يعني ايه الحاجات، وعارف يعني ايه طبقه فقيره، وعارف يعني ايه طبقه متوسطه، وعارف يعني ايه طبقه غنيه، وعارف يعني ايه طبقه ارستقراطيه، عارف الدنيا ماشيه ازاي. انت لو شخص من اي طبقه من دول، بيبقى انت فاهم الدنيا التانية ماشيه ازاي، الناس دي ماشيه ازاي، الناس دي الكلاكشر بتاعتهم عامله ازاي، الناس دي فيها ايه. فبيبقى عندك وعي مجتمعي، ان انت قادر تفهم، قادر تلقط كده الناس دي اللي بيحصل فيها، الطبقات الاجتماعيه دي بيحصل فيها ايه. فبيوصل الموضوع اكتر من انه قراءة، ان انت يبقى عندك خبرة وعندك فهم وعندك وعي، وتبدأ ان انت تستوعب اكتر، مدى مخك بيستوعب اكتر، اعصاب دماغك بتبدأ ان هي تكبر واحدة واحدة، فتبدأ ان انت تفهم، تبدأ تفهم الدنيا ماشية ازاي حواليك، تبدأ تفهم يعني ايه طفولة ممكن تأثر في بني آدم عمره كله، يعني ايه كذا ممكن توصل الانسان لده، يعني ايه دوافع الغني، يعني ايه دوافع الفقير، الفقر بيعمل ايه في الانسان، الغنى بيعمل ايه في الانسان، الحقد، الغيرة، الطمع، كل الحاجات المشاعر دي اللي بتحصل من خلال قراءتك للروايات. انت مش هتلاقيها في كتاب، مش هتلاقي كتاب قاعد بيقولك الحقد بيحصل فيه كذا، او الطمع بيحصل فيه كذا، وان كان بيقولوا كده فهيبقى الموضوع عبارة عن حاجة نظرية بحتة، حاجة بتتقال، هتبقى مختلفة تماما عن ما انت تشوف حد بيعملها وقلبك يحسها. تاني حاجة معانا، وهي بتقوي خيالك وتخليك اكتر قدرة على الابداع. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا قاعدة دلوقتي بقرأ شط في قلب رواية، عمالة بقرأ المشهد ده وراح وجي وبتاع، كل ده داير في دماغي عمال يكون صورة، عمال يكون مشاعر، عمال يكون، أنا عمالة أحس، ودماغي عمالة تتخيل، وعيني شايفة حاجات. وفي قدرتنا على التخيل، إن احنا يبقى عندنا صور في دماغنا، وإن احنا نقدر إن احنا نشغل نفسنا، ونقدر إن احنا نعمل مشاعر، ده بيخلي الإنسان من جوه يبقى عنده تفاعل اكتر، لان خياله يبقى اوسع. لما يبقى خيالك اوسع هتستفيد ايه؟ تستفيد حاجه كبيره جدا، وان دماغك، افكارك مش تبقى افكار تقليديه، انت دماغك دخل فيها حاجات كتير قوي قوي قوي، لدرجه ان هي خلاص بقى عندها مخزون كبير قوي، بحيث لما انت تيجي تفكر في حاجه معينه هتجيبها اوت بوكس، مش هتجيبها ان بوكس خالص. تبدا ان انت تفكر في حاجه هتخليك ان انت مبدع، هتخلي فكره كده معينه تطيرك خالص في الشغلانه بتاعتك، تخليك فوق. اي فنان شغال او اي حد، ما عادش حد دلوقتي يستغنى عن فكرة الخيال.
بقى الموضوع دلوقتي محتاج في كل حاجه. لو انت مهندس، الديزاين بتاعك عشان تعمل ديزاين شكله عالي قوي لازم تكون خيالك شغال. لو انت مدرس، عشان توصل المعلومه للطلبه بشكل اسرع وبشكل معين لازم يبقى عندك قدره على الخيال. لو انت دكتور لازم انت تكون بتقدر ان انت تتخيل عشان تقدر ان انت بعد كده تعمل اختراعات او تقدر ان انت تشوف الحاجه. قدرة الخيال عند الإنسان مهمة جدا في أي شغلانة، مش متوقفة على حاجة معينة. أي حاجة في حياتنا محتاجة خيال. الخيال ده بقى بتدرب إزاي؟ الخيال ده زي ما احنا كده عايزين نعمل عضلة بنبدأ ان احنا نروح جيم، عايزين نخسس جسمنا بنبدأ ان احنا نروح جيم، عايزين نقوي خيالنا نبدأ ان احنا نقرأ. القراءة وبالذات القراءة الروائية بتبدأ ان هي تنشط خيالنا، تخلي دماغنا كده تلعب خلاص. ومع لعبها ده بتوصلنا لحاجة كويسة قوي، بتوصلنا ان احنا خيالنا يبقى واسع، مداركنا تبقى اوسع، نبدا نشوف الحاجه بشكل اشمل، تبدا عيننا تبقى واسعه كده على الامور، ما تبقاش ضيقه، ما تبقاش نظرتنا محدوده، ما نبقاش سطحيين. حد ممكن يقول لي يا نرنوره انت بتلكي كتير قوي وعماله تقولي في حاجات، على فكره بقى الخيال رفاهيه. لا يا حبيبي، الخيال مش رفاهيه. الخيال من اكتر الحاجات اللي ما هياش رفاهيه في الوقت الحالي، لا دي حاجه بتخليك عندك قدره على التعبير اكتر، وحاجه بتخليك ان انت يبقى عندك قدره على حل المشاكل اكتر. ان انت كل ما خيالك يبقى اوسع كل ما نظرتك للامور هتبقى من زاويه جديده، هتسبق اللي قدامك خطوه. واحنا في عصر دلوقتي احنا الناس ما بتحاربش بعض يا جماعه بالسلاح، احنا دلوقتي الحرب بقت حرب معلومات، الواحد بيحارب اللي قدامه بالمعلومه. فكتر الخيال بتاعك لما يبقى اعلى بتوصل لمعلومات اكتر، بتوصل لافكار اكتر، بتوصل لزوايا ما حدش يقدر يبص. اللوحه قدامنا كلنا بس مش كلنا شايف اللوحه كامله. هي اللوحه مرسومه، حد بيقف قدامها يقول الله التفصيله بتاعتها كذا، وحد بيقف يقول ايه القرف ده، من قله وعيه ومن عدم فهمه ومن عدم استيعابه وعدم ادراكه وعدم تذوقه للشيء ده. الخيال بيوسع المدارك، يخلينا فعلا نحس بطعم الحاجه بشكل اكبر. تالت حاجه معانا وهي بتنمي الفهم النفسي والعمق الداخلي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت دلوقتي بيبقى ادراكك للا شعور بشكل اعمق، وبتفهم التعقيدات الداخلية من خلال الشخصيات اللي موجودة. بتبدأ ان انت تشوف شخصية معقدة جدا، افعالها غريبة جدا، تبدأ ان انت تقرأها انت مش مستوعب ايه اللي بيحصل. تعمقك وغوصك جوه عمق الشخصية دي بيوصل لانك ممكن تكتشف ان الشخصية دي فيها حاجة موجودة في نفسك وانت كنتش واخد بالك او كنت بتنكرها، بس بتلاقي لا، كل مرة انت بتيجي تعمل الحتة دي بتريجر فيك حاجة، تعملك تريجر كده، تحفز حاجة كده جواك تطلع، مشاعر معينة بتطلع في الحاجة زي دي. لو انت ركزت في المشاعر دي كويس قوي هتلاقي نفسك في مشكلة هنا. فلما تلاقي في مشكلة هنا بتحفز دماغك ان هي تطلع المشكلة دي، هتلاقي نفسك مع الوقت كأنك قاعد في جلسة ثيرابي، كأنك قاعد مع ثيرابيست، مش قاعد ان انت تقرأ كده وخلاص. ومع الوقت بتحس ان انت بقى عندك سيلف اويرنس، بقيت ان انت عندك وعي بنفسك اكتر، بدأت تعرف ان دي مشكلة عندك، بدأت تعرف ان دي كذا، تعرف دي مسمعة في دي ودي حاصلة في دي، فتبدأ ان انت تحسن من نفسك بشكل اكبر. يعني مثلا ممكن تكون بتقرأ في شخصية معينة وتلاقي نفسك بتنفعل جدا او بتزعل جدا او غضبان جدا او حاسس ان انت متضايق او الشخصية دي مستفزاك او الكلام ده، وده حاجة اب نورمال، دي حاجة مش طبيعية. تبدأ كده ان انت تقعد مع نفسك وتسأل نفسك سؤال واحد بس: انا ليه حسيت الشعور ده تجاه ده؟ هتلاقي نفسك في حتة جواك خبطت، الكاتب خبط جوه قوي، الكاتب جه عند قلبك خبط كده، انت اتخضيت، قلبك اتنفض. فتلاقي انه هو بيشكلك، انت موجود هنا في الروايه دي. فتبدا ان انت تفهم ده، مش هتلاقيه في اي، ده هتلاقيه في كتب عامه، بس اقصد بشكل اعمق او بيبقى بشكل اسرع او كده بيبقى موجود في الروايه. وده مع الوقت بيعمل نمو داخلي، ان انت تتفاعل من جواك بمشاعرك، ده بيعمل نمو داخلي جواك. رابع حاجه معانا وهي بتبدا ان هي تقوي تعبيرك، تبدا ان هي تقوي التعبير بتاعك ولغتك. فتحس ان انت لما بتيجي تتكلم ده مصدر ممتاز جدا لان يكون عندك لغة كويسة، او انك تكون بتتكلم بطريقة جيدة، او انك تكون بتتكلم بطريقة كويسة، بيبقى عندك مفردات وعندك طريقة كلام وعندك اسلوب. وده مع الوقت بيربي هدوء جواك، بتحس ان انت هادي، بتحس ان انت عارف ان انت تتعامل مع الموضوع. تبدأ ان انت كمان توصل لفكرة ان انت تعرف توصف مشاعرك. ممكن قبل كده ان انت تكون حاسس الحاجة وعايز تقولها بس انت ما عندكش وصف للحاجة دي، ممكن من خلال قراءاتك الكتير وتعمقك في الروايات وفهم المشاعر تبدأ ان انت تعرف توصف مشاعرك، تعرف تقول انا حاسس بكذا لان في كذا، لان حصل كذا. تبدأ ان انت توصف مشاعرك من خلال
تبدأ ان انت توصف مشاعرك من خلال الخيال الأدبي ده. كمان مع الوقت هتلاحظ طريقة كلامك بقت بشكل أعمق، بقت بتتحسن، انت بتيجي تتكلم، انت بتبقاش تتكلم في سطحيات الأمور، لا هتلاقي نفسك رزين كده وبتتكلم في الحاجة المظبوطة وبتقول رأي يوقف الناس كلها على رجل واحدة، وتحس ان انت عندك عمق، عندك تحسن، تحس ان هو طباعك مع الوقت بتحسها مهذبة، بتحس ان انت بقى عندك تهذب في الطباع، بقى عندك هدوء، بقى عندك حكمة، ما بقتش ثرثار زي ما بيقولوا ان انت اكتر حد عمال متسرع عايز يقول رأيه ومش عارف ايه. لا، ساعات بتكتشف ان الصمت هو الطريق الاصح. تحس ان انت بتبقى مؤدب، بتاخد كورس في الادب من غير ما تاخد بالك، ومع الوقت تاخد متعة ودوبامين، تتبسط وبتضيع وقتك في حاجة مفيدة. يعني مش بتضيع وقتك، هو ما بيبقاش وقت يعني مهدر علشان يضيع، بيبقى وقت يعني في محله كويس قوي، بتوازن ما بين البساطة والعمق، بتبدأ ان انت تعبر عن نفسك. دي كلها حاجات بتفيدك في الحياة وبتفيدك في العلاقات وبتفيدك مع نفسك شخصيا، بتهدي الدنيا اللي جوه، بتهدي الاوفر ثينكينج، بتحس ان انت خلاص ما بقتش بتوفر ثينكينج في ولا حاجه، لا بتحس ان الدنيا هاديه قوي. طبعا ما بتوصلش لحد المثاليه عشان ما حدش ياخد كلامي ان هو انا خلاص هقرا في حياتي كلها تتحل ومشاكلي كلها تتحل، لا مفيش حاجه مثاليه في الحياه، بس اقصد ان هو من اسوأ الى حاجه جيده، مش من اسوأ الى افضل، لا. يعني بتوصل كده، وكلنا ماشيين في الحياه بنجرب وبنشوف الحياه فيها ايه، وهي كلها رحله يعني، كلنا ماشيين في الرحلة، ولعل ربنا يدفعنا تجاه الأشياء الصحيحة. خامس حاجة معانا وهي إنك بتبدأ تفهم الواقع والمجتمع بشكل أعمق. يعني إيه الكلام ده؟ يعني في روايات بتبقى مرآة للمجتمع، بتبدأ إن هي تحكي لك حاجات كده عن المجتمع، زي رواية نجيب محفوظ مثلا ثرثرة فوق النيل، اللي هي الرواية اللي كان فيها صراع طبقي وصراع نفسي وصراع سياسي، وبتحكي عن حاجات يعني هي حرفيا كانت المرآة لعهد عبد الناصر. هي كانت نازلة في عهد عبد الناصر، هي كانت مرآة، وقد ايه ان ده بيحصل بيودي تخدير للشعوب، وقد ايه ان ده بيحصل، وقد ايه ان دي فيها رمزية كذا. معظم روايات نجيب محفوظ عامة هي مرآة للمجتمع، بتبين العصر الفلاني فيه كذا وبتبين العصر الكذا، حتى الثلاثية لم تخلو يعني من عصر الملكية. فدايما بتلاقي ان الروايات، في روايات جيدة جدا لدرجة ان هي بتفهمك المجتمع عامل ازاي. ممكن انت تكون قاعد في الكنافة خالص وعايشين كده بنعوم كل يوم في مية البطيخ، وما نعرفش يعني ايه كلمة اشتراكية، وما نعرفش يعني ايه ليبرالي، وما نعرفش يعني ايه انفتاح، وما نعرفش يعني ايه كل حاجة. ممكن تقرأ روايات فهمك على الحاجات دي. يعني بتلاقي ان هو في مواضيع بتتفتح بتثقفك وبتفهمك الدنيا ماشيه ازاي، بتفهمك الجمعيه اللي دايره دي دايره ازاي، الدوله بتعمل ايه اللي بيحصل فيها. فبتلاقي ان نظرتك للامور بقت بشكل اوسع، بشكل اعمق، بتلاقي ان هو خلاص انت مش عايز حاجه اكتر من كده. وده طبعا بيديك رؤيه تحليليه مجتمعيه كده، بتبدا ان انت تشوف المجتمع بوجهه نظر تانية، تدخل من الروايه دي حاجه واخد وجهة نظر معينة عن مجتمع معين، تطلع منها حاجة تانية خالص واخد وجهة نظر تانية عن مجتمع معين. مع الوقت بتلاقي تفكيرك عن نفسك، احنا قلنا السيلف اويرنس، بيبقى فيه awareness society اللي هو وعي بقى عن المجتمع، بتشوف الدنيا فيها ايه، بتبقى نظرتك اعمق، ما بتبقاش سطحي. سادس حاجة معانا وهي بتعلمك يعني ايه علاقات انسانية. يعني ايه علاقة انسانية؟ يعني ايه حب حقيقي؟ يعني ايه حب اخوي؟ يعني ايه علاقة طيبة بتنشأ في المجتمع؟ يعني ايه غيرة؟ يعني ايه خيانة؟ يعني ايه تضحية؟ يعني ايه وجع؟ يعني ايه ألم؟ ما بتلاقيش هنا بقى هو العالم سمسم اللي فيه كل المثاليات او كده، لا، بتلاقي حاجة بتصدمك بالواقع، بتلاقي ألم، بتلاقي معاناة، بتلاقي وجع، بتلاقي في حاجة انت كنت متوقعها ان هي تحصل، بس بتلاقي الرواية بتقولك لا مش ده اللي بيحصل، انت مستني البطل والبطلة يتجوزوا في الاخر، لا، انت مستني فلان اللي اتظلم ده هيرجع، لا الواقع بيقولك مش كده. بيصدمك بالواقع، بيطلعك بره عالم المثالية، بيخليك تفهم اكتر. ده كمان بيسمع في حتة تانية، بيسمع في حتة ان انت لو داخل علاقة انسانية، لا، انت العلاقة الانسانية اللي انت داخلها دي انت فاهمها كويس قوي، وعارف يعني ايه، عندك شوية خبرات عن طريق اللاوعي بتاعك من اختياراتك، بيحسن بقى في اختياراتك العاطفية، بتيجي تختار بيبقى عندك حاجات معينة. فلا، الرواية بتفهمك أكتر عن نفسك، وبتفهمك أكتر عن اللي حواليك، وبتفهمك أكتر عن العلاقات وعن المجتمع. محتاج ايه أكتر من كده يعني؟ محتاجة ايه بجد يعني؟
روح اقرأ يا عم، خد لك رواية. سابع حاجة معانا وهي ان الرواية بتديك مساحة للهروب من الضغط. هروب من الضغط، مش هروب من الضغط ده يا انسة يعتبر حاجة وحشة، وان المواجهة هي الحاجة الكويسة. ايه الدنيا، ما تصحصحي كده معانا. لا، هروب من الضغط صحي بشكل ايه، بشكل صحي، بتديك استراحة نفسية. طول الوقت انت قاعد مضغوط او حاسس ان انت تعبان، هتعمل ايه؟ تيك توك، نقعد دمتم سالمين نقعد نتفرج على فيديوز من هذه النوعية الغريبة جدا، ونقعد نشوف ام ربيعة وهي بتقول ما ترسمي ما ترسميش وتقولي ما حدش، والحاجات الغريبة اللي احنا بنقعد نسمعها دي. فلا، نمسك كده رواية نفتحها، تديك استراحة، هتقلع دماغك ده كل الافكار اللي فيه. تبدأ ان انت تفكر، تمسك الرواية تقعد تقرأ فيها، تحس ان هو خلاص هروب فيه راحة نفسية. مفيش فيه برين روت، مفيش فيه سكرولينج، مفيش فيه حاجة بايظة. هو حاجة كده في الخفيف منه، حاجة في اللذيذ منه، تحس ان انت مبسوط وانت بتقرأ، ما تحسش بملل خالص. كمان هي مساحة آمنة، بتخليك تسافر تشوف أماكن، وبتخليك تحب لا مثلا تحس ان هو فيها مثلا رواية بتحمل طابع الدفء الأسري، تحس ان انت بتحب الموضوع ده قوي. بتديك مثلا حد بيتعلم، حد عايش مغامرة، حد عمل حاجة انت عمرك ما هتعرف تعملها. فهو بتديك، عارفين نسكافيه 3 في 1، هو بيديك نفس الحاجة، بتديك كل حاجة. تقوم رايحة جايبه لك كده، انت عايز كذا يا حبيبي، عايز كذا عايز كذا، كله في خلاط واحد، تاخده كده تتبسط جدا، تحس ان انت مبسوط، تحس ان في مساحة امان، حاجة كده انت بتدخل تقلع هدوم مخك كده وتقعد تشوف الدنيا فيها ايه. خلاص زي الفل، بتبقى زي الفل. زي ما احنا قلنا بتخليك انسان اعمق، بتخليك انسان عندك رحمة، عندك قدر عالي من الرحمة، عندك قدر عالي من الإنسانية. بتخليك إنسان فاهم الحياة، فاهم الدنيا ماشية ازاي، فاهم الحياة أكتر، بتعيش وعارف إن الحياة بتتعاش مرة واحدة بس انت في الروايات بتعيش حيوات كتيرة قوي، بتعيش في أماكن كتير قوي، بتتبسط وبتعيش أكتر من حياة، وبتكون هادي وبتكون جميل وبتكون حلو ويعني وبس. والله يا صديقي، يعني هو ده كل اللي أنا كنت عايزة أقوله لك في الفيديو ده. واتمنى ان انت تبدأ تبص على الامور بنظرة تانية. وبرضو يعني زي ما احنا قلنا ان في روايات زي الفل وبتعمل كل الحاجات دي، في روايات معفنة يعني بجد في روايات ما تدفعش فيها ربع جنيه، يعني ما تضيعش وقتك عليها، يعني حرام والله ان الانسان يضيع وقته عليها. الرواية بتبقى روايات مبتذلة جدا، وبتعمل ريتش قوي مع العيال اللي عندهم 13 و12 سنة. وايا كان هو حتى لو مبتذله احسن من السكرولينج برضو. بس انا اتمنى ان القارئ اللي يكون بيتفرج عليا يكون قارئ واعي، يكون قارئ ناضج، عارف هو بيختار ايه. آه، طبعا انتوا لو عايزين تشوفوا كتب جميله، طبعا في بوك تيوبر كتير قوي بينزلوا حلقات. في نضال، نضال ادهم من اكتر الناس اللذيذه جدا بتنزل حاجات عن الكتب. في ناس تانية ممكن لو انا اعمل سيرش كده واحط لكم التشانلز بتاعتهم في الديسكريبشن، وتخشوا تتفرجوا عليهم وتتبسطوا. ولو انتوا عمركم ما قرأتوا، اقرأوا يا جماعة، متعة متعة يا جماعة، انتوا مش حاسين بيها والله العظيم، انتوا مش حاسين بقد ايه ان الانسان يقعد يقرأ كده، يعني حاجة ما تتخيلوهاش الصراحة. فاتفضلوا روحوا اعملوا سبسكرايب، اما لو اقول لكم روحوا اشتروا كتب من قبل ما اقول لكم تعملوا كده. سبسكرايب، لايك، كومنت، تروحوا تشوفوا البلاي ليست بتاعت القصص، تشوفوا ايه الدنيا اللي فيها، تلفونا لفه كده في التشانل تشوفوا ايه اللي فيها وبس. اتمنى ان هي تكون حلقه جميله وخفيفه على قلوبكم، وان شاء الله تكون خفيفه، يعني ده نورهان امين يعني اكيد مش هتكون تقيله وبس. روحوا بقى اتفضلوا شوفوا الحاجات دي، وان شاء الله تقرأوا وتدعوا لي.